مره تانية الجمهور بيقول ايه؟ التكبير سنه وانت متوجه لمكان الصلاه ذهابا وفي العيد الفطر وعيد الاضحى. الحنفيه بيقولوا لا، السنه في عيد الاضحى وليس في عيد الفطر. خد بقى الراي الثالث اللي يعني هيريح ناس كتير. المشهور عند الحنابلة، اي الراي الارجح عند الحنابلة وبعض الشافعيه، قالوا ايه؟ قالوا ليس مشروعا وليس سنه. عايز تكبر كبر، بس انت ما تقوليش سنه. كبر براحتك بس ما تقولش السنه. ان السنه قالت لي كده. لا، ان ده عن الرسول صلى الله عليه دي وسلم، بعيده عن كونها سنه من العادات او من ما يختاره الانسان. لكن كونك تقول لي ده سنه، يبقى اصبح كم راي دلوقتي؟ 3 اراء مهمه. طب لو احنا بقى جينا قلنا للشعب ما فيش داعي للمسيرات دي، لان المسيرات دي احنا ساكنين مع اخواننا المسيحيين ومسلمين، فلما انت تمشي بالمظهر ده هيبقى في نفسهم شيء، وبعضهم ممكن يفكر يجيب من دينه شيء اخر علشان يبقى شعيره قدام شعيره. فاحنا هنطبق مذهب الحنابلة. لو اخترنا كشعب مصر اختيار مذهب الحنابلة في المسألة دي، ونقول المسيرات والتكبير بصوت عالي في الطريق وانت رايح تصلي العيد، لا، ما هوش من السنن ولا من الشعائر الدينيه، لكن من العادات، يبقى اختيارنا صح ولا غلط؟ بعض الحنابلة وبعض الشافعية. بعض مين؟ الحنابلة وبعض الشافعية. ايوه يا سيدي، الحنابلة كاملين وبعض الشافعية اقروا هذا الرأي. يبقى رأي فقهي ولا مش رأي فقهي؟ شفت من الفقه هنعرف نحل المشكلة ازاي؟ تمام. لو انا ما كنتش قلت بقى الرأي ده اللي مستخبي، رأي الحنابلة ده اللي مستخبي، كنا عشنا لسه في وهم ان تكبير العيد الشعيرة دينية، وازاي وكان صور الذي يفعل هذا الأمر ولا يكبر على أنه مقصر دينيا جدا، مما يدل على أن الذين قالوا بأن تكبير العيد من البيت إلى المكان المصلى رأي فقهي وليس رأي ديني طبعا. والذين قالوا في عيد الأضحى وليس في عيد الفطر رأي فقهي وليس رأي ديني، والذين قالوا لا في هذا ولا في لا في هذا ولا ذاك برضه رأي فقهي وليس رأي ديني. إذا عندما بختار من بين أقوال إيه؟ فقهية. لما أنا بختار من بين أقوال فقهية ما اختارش اللي فيه مصلحتي؟ طبعا اختار اللي فيه، ما اختارش اللي فيه أمن المجتمع؟ تمام. ولا اختار الرأي اللي يعمل لي فتنة طائفية؟ ما ده فقه وده فقه وده فقه. تمام. هو أنا سبت دين؟ لا طبعا. بيصدروا الرأي ده على إنه دين، شعائر دينية. أنا آسف، ده اللي قال شعائر دينية فقه وليس دين، ليس نص. تمام. إذن ده رأي فقهي وده رأي فقهي وده رأي فقهي.